يعتقد كثير من الناس أن الجن لا يستطيعون التمثل بالذئب ويخافون من رائحته، وأنه مسلط عليهم فيفترسهم في حالة المواجهة، ولذا يعمد كثير من الناس إلى الحصول على شيء من أثر الذئب كجلده أو نابه أو شعره والاحتفاظ به لإبعاد الجن. فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وما حكم من يفعلون هذه الأمور؟ سئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فأجاب: هكذا سمعنا من كثير من الناس، وذلك ممكن، فقد ذكر لي من أثق به أن امرأة كانت مصابة بالمس، وأن الجني الذي يلابسها كان يخرج أحيانا ويحدثها وهي لا تراه، ويجلس في حجرها وهي تحس به. ففي إحدى المرات كانت في البرية عند غنمها، ففجأة خرج ذئب عابر، فواثب الجني من حجرها خوفا من الذئب، ورأت الذئب يطارده، وبعد أن غادر الذئب جاءت إلى موضعه فرأت قطرة من دم، وبعد ذلك فقدت ذلك الجني وتحققت أنه أكله الذئب. وهناك قصص أخرى، فلا مانع من أن الله أعطى الذئب قوة الشم لجنس الجن أو قوة النظر فيبصرهم، وإن كان البشر لا يستطيعون رؤية ذلك، فلعلهم بذلك لا يتمثلون بالذئب ويخافون من رائحته، فليس ذلك ببعيد. وأما الاحتفاظ بجلد الذئب أو نابه أو شعره واعتقاد أن ذلك ينفر الجن من ذلك المكان، فلا أعرف ذلك ولا أظنه صحيحا، وأخاف أن يحمل ذلك عامة الجهلة على الاعتقاد في ذلك الناب ونحوه، وأنه يحرس ويحفظ كما يعتقدون في التمائم والحروز.